تعالوا نعمل النهاردة مسقعة بالبشاميل سريعة وسهلة جدا. أول حاجة حمرت البتنجان والفلفل في الإير فراير، وممكن طبعا تحمرهم في الفرن أو على النار. رصيتهم في البايركس، وهحط عليهم العصاج اللي أنا كنت منزله لكم طريقته قبل كده، وطبعا أنا مزوده له صلصة. دلوقتي هعمل الصلصة اللي هحطها على المسقعة. حتة توم في زيت وزبدة، وحطيت معاهم كزبرة ناشفة، طماطم فريش مبشورة، معلقة صلصة ومعلقة خل. هظبط الملح والفلفل، وهحط من نص كوباية لكوباية مية على حسب أنا هعملها بالبشاميل ولا من غير بشاميل. لو هعملها من غير بشاميل هخلي الصوص كتير شوية. بعد ما الصوص يغلي هحطه على الوش، وهدخل المسقعة الفرن شوية. بعد ما سخنت في الفرن هحط على الوش البشاميل. أنا بحب البشاميل يبقى سايح علشان هو بعد شوية كده بيتقل. هحط البشاميل على الوش وادخلها الفرن، ولما تبتدي تغلي وتسخن هفتح عليها من فوق علشان تحمر. اعملوا جنبها شوية شعرية بالمكسرات أو رز أبيض، وبالهنا والشفا.